الأحد المقبل بدء تطبيق الرصد الآلي ل7 مخالفات مرورية جديدة. في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، أعلن الأمن العام للسعودي في بيان له عن 7 مخالفات مرورية جديدة سيتم رصدها إلكترونيا بدءا من يوم الأحد المقبل الموافق 4 يونيو 2023. وأكد الأمن العام عن أن ال7 مخالفات التي يتم رصدها إلكترونيا تتمثل في القيادة على الأرصفة والمسارات الممنوع السير فيها، وعدم اتزان المعدات والشاحنات الثقيلة بالسير في المسار المخصص لها، عند عدم استخدام الأنوار ليلا أو في الأماكن التي تظهر فيها الرؤية غير واضحة. واستكمل الأمن العام بأن من بين مخالفات المرور التي يتم رصدها إلكترونيا هي مخالفة تنظيمات السير على الطريق وقيادة بلوحات غير واضحة أو تالفة عند تتجاوز محطة القياس، وأوزان المركبات الثقيلة التي تم وضعها بواسطة الإدارة العامة للمرور بالنسبة لسيارات النقل والوقوف في الأماكن الغير المخصصة للمركبات. وفي نفس السياق فإن الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية وكذلك القوات الخاصة ستتوالى رصد كل هذه المخالفات التي تم ذكرها مسبقا بشكل إلكتروني يوم الأحد المقبل.